بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الباز، وان شاء الله النهارده فيديو جديد هكلمكم عن الواسطه ودورها في حياتي. هل الواسطه لعبت دور مهم في حياتي عشان اقدر اشتغل مضيف طيران، ولا انا اشتغلت بامكانياتي وما احتجتش للواسطه؟ خليكم معايا هحكي لكم كل حاجه عن الموضوع ده. اهلا بيكم مره تانية. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الواسطه. في ناس كتير بعتولي وكومنتات كتير، لو حد متابع الناس بتسال الواسطه يا احمد، هل احنا محتاجين واسطه عشان نشتغل مضيفين طيران؟ بصوا يا جماعه، من بدايه الفيديوهات اللي انا بعملها للناس اللي مش عندها واسطه. انا بعملها للناس اللي زيي، اللي ما عندهمش وسايط، اللي هم امكانياتهم هي واسطتهم عشان يقدروا يدخلوا الشغل. فعشان برضو نكون متفقين من البدايه، لكل قاعده شواذ. مش معنى ان حضرتك شفت واحد دخل وظيفه بواسطه، او حضرتك شفتي مضيفه داخله بواسطه عشان باباها ولا مامتها شغاله في شركه معينه فقدرت تزقها في الشركه دي عشان تبقى مضيف الطيران، ده مش معناه ان كل مضيفين الطيران دخلوا بالواسطه. وانت ما تحطش الموضوع ده عقبه قدامك علشان تقدر تقدم في الوظيفه دي. عايز اقول لكم كمان ان موضوع الواسطه في مصر او في الدول العربيه مش مقتصر على مجال الطيران. يعني الواسطه دي موجوده في كل الشغلانات، في كل مكان. في ناس كويسه وفي ناس فاسده بتقدر تتخطى القانون او تتخطى امكانيات الناس اللي تستحق الشغلانه دي بان هي تحط شخص تاني لا يستحق الشغلانه دي، وهتلاقيها موجوده في كل المجالات، مش موجوده في مجال الطيران بس. ولكن دي مش القاعده العامه، دي شواذ للقاعده. وزي ما قلنا في البدايه، ما تعممش كل حاجه وحشه بتشوفها على كل اللي قدامك. انت فقط اهتم بامكانياتك وملكش دعوه مين اللي دخل واسطه ومين اللي ما دخلش بالواسطه. لازم تكون عارف ان اي حد عنده واسطه مش هيجي يقول لك انا معايا واسطه دخلتني المكان دوت، او لو انت حتى في مكان وواحد تاني معاك في نفس المكان وترقى قبليك او اي حاجه، مش هيجي يقول لك عشان انا عندي واسطه. فموضوع الواسطه ده حاجه كده يعني ايه، في الخفاء حاجه بتحصل والواحد مكسوف ان هو يعملها، او ما يعني مش هيتباهى قدامك ويجي يقول لك اصل انا معايا واسطه وهي اللي نقلتني او هي اللي وظفتني. فانا عايزك تنسى موضوع الواسطه ده، تشيل الكلمه دي من دماغك، علشان لو انت فضلت مركز انا معيش واسطه انا معيش واسطه انا معيش واسطه، مش هيجي لك وظيفه. انت طول ما انت شايف نفسك قليل، الوظيفه مش هتيجي تقول لك لو سمحت تعالى اشتغل عندي، او المؤسسه مش هتيجي تخبط على بابك تقول لك احنا محتاجين ناس تعالى اشتغل عندنا. وما بيتهيأليش ان انت شفت قبل كده في حياتك ان شركه مبنيه بالكامل على الواسطه. هل انت شفت شركه كلها قرايب كلها اصحاب؟ استحاله، مفيش حاجه اسمها كده. لو الموضوع ده حصل بيبقى فردي، او لو زاد عن فردي شويه، حالات معدوده تقدر تعدها على ايدك، مش بالوفره اللي انت شايفها ومعقداك دي. موضوع الواسطه حاجه سيئه جدا، وعاده سيئه جدا ان حد ياخد مكان حد يستحق، ولكن مش دي القاعده. خليني اقول لكم دور الواسطه في حياتي. هل انا استخدمت اي نوع من انواع الوسايط في حياتي عشان اقدر اوصل لشغلانه مضيف طيران؟ انا زي ما انا قلت لكم في فيديوهات قبل كده، انا والدي شغال في مجال الطيران في شركه مصر طيران. بكل بساطه لو انا بستخدم الواسطه في حياتي، او الواسطه هي حاجه اساسيه في حياتي، كان زماني دلوقتي شغال في شركه مصر طيران. انا شخص اتخرجت في 2010 وما استخدمتش الوسايط خالص عشان اقدر اخش هنا او هنا او هنا. انا اعتمدت على امكانياتي وقدرت اسافر بره. يعني انا مثلا لو انا مش فيت تو فلاي، يعني انا ما قدرتش اعدي الاختبارات الطبيه، هل هقدر اطير؟ استحاله يقبلوني وانا مش معدي الاختبارات الطبيه. هل لو ما عدتش الفاينل انترفيو وانا هم مش شايفيني امكانياتي تسمح ان انا اقدر اعدي، هيعديني عشان خاطر والدي؟ استحاله. عشان تبقوا عارفين، انا قدمت وسقطت في مصر الطيران. ده معناه ان مش الواسطه. وعشان اقول لكم ان انا والدي في مصر الطيران شغال بقاله فتره كبيره جدا، ومعارفه في مصر الطيران كبيره جدا، ولكن الواسطه مش هتقدر تخدمك. انا بقول لكم حاله زي ما الواسطه ما بتخدمهاش. وعشان كده انا ابتديت ابص للشركات بره، لان انا كانت امكانياتي في الوقت دوت ما تسمحليش ان انا اقدم تاني في مصر الطيران، لان مصر الطيران زي ما انتم عارفين بتختار ناس كل فتره كبيره جدا.
فانا ما كنتش قادر اصبر لحد ما اظبط نفسي، فقلت انا هظبط نفسي لحد ما تيجي شركه تقبلني وهبتدي على طول ادخل فيها. دي كانت حاله انا بقول لكم عليها، بتهيألي دي تديكوا دافع. يعني انا والدي شغال في شركه طيران كبيره جدا في مصر، وانا مش شغال في الشركه ديت، ووالدي ملوش علاقه بالشركه الاجنبيه اللي انا شغال فيها. انا اشتغلت فيها وقدمت دورت عليها واشتغلت فيها. فما تحطش موضوع الواسطه عقبه قدامك، علشان دي هتعطلك كتير جدا. انسى الموضوع دوت، اشتغل على نفسك، ظبط اللغه بتاعتك، ظبط اوراقك، اعرف امكانياتك واعرف معلومات كافيه جدا عن الشركه علشان ان شاء الله تقدر تدخل الشركه اللي بتحلم بيها. عايزك بس ايه، ما تدورش على واسطه. يعني ما تروحش تقول هل عندك معرفه في المكان دوت عشان يخدمني، هل عندك عشان تقدر تدور على حد يخدمك او يزقك زقه في اي شركه. حط في دماغك ان لو حد عنده الامكانيه دي هيشيلها لابنه او هيشيلها لقريبه، فمحدش هيضحي بواسطه، لان مفيش شخص قادر ان هو يعديك من جميع مراحل الاختبارات. يعني لو انت تعرف واحد في شركه ممكن اخره يعديك مثلا في الانجليش تيست، يقول لهم معلش وبتاع وايه، والواد هيظبط نفسه شويه وخلاص، ولكن هيعديك في ايه بعد كده؟ يعني انت كل مرحله هتعديها هتحتاج واسطه فيها. طب بعد ما توصل لكل الوسائط واشتغلت، طب ما انت هتفشل في شغلك لانك ما عندكش امكانيات. اشتغل على نفسك وخلي امكانياتك هي واسطتك. لما الانترفيور اللي قاعد قدامك يشوفك واثق من نفسك وعندك المعلومات واللغه الكافيه والمؤهلات اللي تاهلك انك تشتغل الشغلانه دي، ما بتهيأليش هيشوف واحد فاشل وواحد ناجح زيك ويختار الفاشل. فارجوك اعتمد على نفسك، اعتمد على امكانياتك، زود من امكانياتك. مفيش حد ما بيتطورش، كل يوم زود في نفسك حاجه جديده علشان تقدر ان شاء الله توصل للي نفسك فيه. يا رب النهارده يكون الفيديو ده مفيد وما اسمعش كلمه واسطه تاني يا جماعه من الناس اللي عندي وبتتابعني، لان الواسطه دي حاجه فاشله جدا. فانا مش بدافع عن الناس اللي عندهم وسايط او بيستخدموها، ولكن احنا قلنا ده سلوك فاسد ملناش دعوه بيه. النهارده كده خلصنا الفيديو بتاع الواسطه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم على خير، سلام عليكم.